الدهون اللي في مطبخك هتنطر وهتطلع لوحدها قدامك. البوتاجاز بتاعك عليه دهون وحروقة من 100 سنة فاتت، هتنضفيه بعد الفيديو ده. خلينا متفقين انك بعد الفيديو ده مستحيل تشتري اي منظف تاني من بره. انا جايلك النهاردة وانا منتصرة على كل شركات المنظفات، ولا منظف للحمام ولا منظف للمطبخ ولا حتى الاصعب الدهون. بصي، انت بيتك هيرجع جديد، مسحه واحده بس بالفوطه وهتشوفي اللمعان والنظافه. انا جايلك النهارده عشان اقولك على 3 خلطات سحريه هيطلعوا من خلطه واحده بس. اول واحد فيهم هيفور الدهون، تاني واحد فيهم هو بديل الهربك بتاع الحمام، اما تالت واحد فهو بديل اللهلوبه. انا عارفه انكم بتكرهوا المقدمات الطويله، بس ده من حلاوه الحاجه يا جماعه. انا فرحانه بالحاجه وفرحانه بتجربتي وبنفسي، مش قادره اعديها كده من غير ما اشكر فيها. فيديو النهارده هديه لكل ست بيت بتحب النظافه ومجنونه نظافه زي كده. يلا بينا نبدا على طول، بس الاول اوعي تنسي تذكري الله في الكومنتات وتصلي على النبي وتقولي معايا دلوقتي حالا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اول مكون والمكون الرئيسي معايا في الوصفه دي هو قشر البرتقال او قشر اليوستفندي ومعاهم قشر الليمون. بصي، انا واحده من الستات اللي بتحب تحتفظ بقشر الحمضيات، وكنت دايما احب احطها في ازاز المنظفات زي ما هي كده او احطها جوه غساله، المهم ان هي تعمل لي ريحه حلوه. بس كنت دايما حاسه ان الحاجه دي يطلع منها حاجه كده فتاكه، لحد ما لقيت وصفه على اليوتيوب وجربتها بنفسي. انا ما شفتش كده بعد كده. المهم هتجمعي شويه من قشر البرتقال او قشر اليوستفندي ومعاهم قشر الليمون، حبه كده يعني شويه، قيمه نص كيلو. هتجيبي القشر ده وتحطيه في حله وتحطي عليهم لتر ميه وتسيبيه على نار هاديه خالص. المهم ان القشر ده لازم يتهري معايا خالص، ان لو ضربته في الخلاط ما يكونش ناشف عليه. وبعد ما اللي في الحله ده يبرد خالص تضربيه في الخلاط او بالهاند بلندر. المهم عندي ان العصاره اللي موجوده في البرتقال او اليوستفندي او قشر الليمون لازم تطلع كلها في الميه. انا مش عايزه الميه اللي سلقت فيها بس، لا، انا عايزه العصاره اللي جوه الحاجه. من بعد الخطوه دي بقى، واهم خطوه، انك تاخدي الحاجه وتصفيها كويس جدا. بصي، انا جربت في الاول المصفى السلك بس الموضوع عذبني قوي، لكن لما جبت قماشه بيضه وحطيت فيها الخليط وفضلت اعصر في ايدي واصفي كانت كويسه جدا. لو استخدمتي المصفى السلك هتعذبك شويه، لو استخدمتي قماشه بيضه او شاش هينجز معاكي على طول. اخدت العصاره بتاعت الحاجه اللي سلقتها في الحله مع كمان الميه اللي سلقت فيها الحاجه من غير ما يكون فيها خالص اي فتافيت. الميه اللي طلعت من تصفيه الحاجه دي انا هقسمها على بولتين. ركزي معايا كويس جدا في الخطوات اللي جايه. عايزه اقول لكم كمان ان لو لقيت تشجيع كتير جدا على الفيديو ده، انا هطبق لكم كل اللي انا بقول لكم عليه ده عملي، من نظافه لكمان الخلطات هنعملها سوا قدام الكاميرا. وعايزه برضو اشكر كل واحده جربت وصفه من وصفاتي في الفيديوهات اللي فاتت ودعت لي دعوه حلوه في الكومنتات. ربنا يفرحك زي ما فرحتيني ويرضيك ان شاء الله باذن الله. واتمنى تجربي الوصفه دي برضو عشان متاكده انك هتدعي لي عليها دعوات اكتر من الدعوات اللي فاتت، عشان هتخليكي تستغني تماما عن اي منظف انت بتجيبيه في بيتك. المهم انا قسمت الميه اللي طلعت او العصاره اللي طلعت على بولتين. هاخد اول بوله واحط عليها 3 معالق من النشا. المعلقه تكون حلوه كده مهرمه يعني مليانه، وتقلبي النشا في العصاره بتاعه البرتقال كويس جدا جدا. اهم حاجه ما يكونش فيه اي تكتلات نشا، لان التقليب هنا ده هيعتمد على القوام بتاع الخلطات اللي احنا هنعملها، وان هي لازم تكون انسيابيه كده وناعمه زي المنظفات اللي بنجيبها من بره. معظم المنظفات اللي بقت موجوده دلوقتي مقاطعه، فانا بعد الفيديو ده انسي انك تشتري حاجه تاني من بره. المهم عشان ما تتوهيش مني، بعد ما قلبنا النشا في العصاره هركن اول طبق ده على جنب. اجيب بقى الطبق التاني اللي هو فيه برضو عصارة البرتقال، اللي هو ما فيهوش نشا، يعني في واحد فيه نشا وفي واحد من غير نشا. هحط عليه معلقتين بوتاص، معلقتين مليانين. ولو انت عندك الحاجة فيها دهون جامدة قوي حطي 2.5 ل3 معالق بوتاص كبار. المهم برضو بعد ما تحطي البوتاص تقلبي كويس جدا جدا. تتأكدي ازاي ان انت ماشية صح في الخطوة دي بالذات؟ هتلاقي فيه بخار او دخان بسيط كده طلع من الخليط مع البوتاص، كده انت تبقي ماشية تمام جدا. البخار بقى او الدخان اللي طالع من الخليط ده بيكون دليل على قوة وفعالية
الخليط او الخلطات اللي احنا هنعملها. هسيب بقى الطبقين دول يرتاحوا 10 دقايق، اللي هو الخليط الاول اللي بالنشا والخليط الاول اللي فيه البوتاص. بعد ما يعدي ال10 دقايق ركزي معايا كويس قوي، هجيب الخليط اللي فيه البوتاص وانزل بيه كله على الخليط اللي فيه النشا. اول ما هنزل بالخليط اللي فيه البوتاص على خليط النشا هلاقيه مره واحده مسك في بعضه، بقى عامل زي يعني ملزق زي العجينه، عجينه البيتزا مثلا كده، قبل ما تعجنيها بتكون ملزقه في ايدك، هيكون كده بالظبط. ما تقلقيش، انت كده ماشيه صح. العجين بقى اللي طلع ده عباره عن ايه؟ ده اصلا ماده اسمها التكسبون. التكسبون دي ماده طبيعيه اصلا بتدخل في صناعه الصابون. انت كده بقى عندك ماده تكسبون طبيعيه، يعني من مواد طبيعيه. المهم بقى العجين اللي طلع معايا ده لما خلطنا المادتين على بعض هحط عليها كوبايه او مج صابون سائل، اي صابون سائل عندك في البيت انت بتستخدميه للمواعين. وهبدا بقى بالمضرب اليدوي، هتقلبي بس هتقلبي شويه حلوين. يا سلام بقى لو بالهاند بلندر او في الخلاط ضربتيهم يبقى زي الفل. قبل ما تضربيهم هتحطي معاهم نص كوبايه من المسحوق العادي، اي مسحوق عادي معاكي، عادي مش اوتوماتيك، عشان انا عايزه رغوه. بعد ما ضفت الاضافات بتاعتي كلها هقلب كويس جدا، يا بالمضرب اليدوي يا بالهاند بلندر. القوام اللي هيكون معايا زي كريم الشعر، عارفه برطمان الكريم بتاع الشعر اللي هو فاتيك كده، هو حاجه زي كده بالظبط. كل الخطوات اللي بقولك عليها دلوقتي حالا دي هتلاقيها مكتوبه في صندوق الوصف، وزي ما قلت لك لو لقيت تشجيع على الفيديو هنزلك كل الخطوات دي متصوره، وكمان الحاجه وانا بنضفها بالخلطات اللي بقولك عليها دي. تعالي بقى للخلطه اللي احنا طلعناها كده. احنا بقى عندنا خلطه اساسيه هنطلع منها شويه خلطات، اللي هم اصلا 3 خلطات احنا بنشتريهم من بره بشيء وشويات. اول حاجه هطلعها من الخلطه دي هي بديل الهربك للبانيو، للحوض، لقعده الحمام، لسيراميك الحمام. اي حاجه في الحمام عندك مصفره، او حتى عارفه الحروف اللي بتبقى ما بين السيراميك المسوده دي، او حروف السيراميك نفسها لما بتكون مسوده ومجلخه كده شويه، انسي كل ده. او حتى بقعه الصدى اللي في الارض اللي بتكون مكان الانبوبه، او قعده البوتاجاز، او قعده التلاجة، انسي كل ده، انسيه خالص. ده بفوطه مش بليفه ولا بسلكه حتى. المهم هتجيبي ازازه عندك ليها بوز زي ازازه الهربك او ازازه الصابون السائل، هتحطي في الازازه دي ربع كوبايه كلور خام، كلور خام السايب من الصبان عادي اللي هو الكيلو ب5 جنيه ده، وهتحطي عليه كوبايه واحده بس من الخليط اللي احنا عملناه، وهترجي الازازه كويس جدا. وبعد كده نزلي زي ما هو كده من غير اي اضافات تاني، نزلي على القعده وعلى الحوض وعلى البانيو، وحطي على السيراميك. النتيجه واللمعان انت هتشوفيه وانت واقفه. ده حتى القوام هو قوام الهربك بالظبط. ده طبعا غير التوفير اللي احنا وفرناه. انت عارفه ازازه الهربك دلوقتي بكام؟ يو ما تعديش. تعالي بقى لتاني خلطه هنطلعها من الخلطه اللي احنا عملناها الاساسيه دي، وهو بخاخ. البخاخ ده هيكون ايدي ورجلي كل يوم في المطبخ، على البوتاجاز، على العيون، على الحوامل، في فرن البوتاجاز، على الشفاط، على السيراميك اللي حوالين البوتاجاز، على الرخامة، على المطبخ الألمونتال، على المطبخ الخشب، ده حتى كمان الحنفيات وأي حروف استانلس في البوتاجاز، كل ده هيكون قشطة. هتجيبي شفشق بلاستيك وهتاخدي كوباية من الخليط الأساسي اللي احنا عملناه، عليه من نص كوباية لكوباية خل، على حسب ما الخليط يكون خفيف ويتحط في البخاخ فيترش معايا، ومعلقة واحدة بس من ملح الليمون، وقلبي كل ده في بعضه. وبعد كده حطيه في بخاخة. بصي البخاخة دي اسمها البخاخة السحرية. الدهون اللي في مطبخك هتنطر وهتطلع لوحدها قدامك، ده بمسحة فوطة، مفيش دعك. انسي الدعك تماما مع الخلطات اللي بقولك عليها دي كلها. انا بأكد عليكي تاني تخلصي الفيديو ده وتجري على طول دلوقتي حالا تعملي الخلطة اللي بقولك عليها دي. انا واحدة من الناس جربت كل المنظفات اللي موجودة في السوق، منهم البراند اللي هي الحاجات اللي ليها اسماء اللي مبقيناش نشتريها، وبعد كده بقيت بجيب السايب. انا واحده بحب انظف بيتي، انا بحب بيتي يكون كل يوم كانه جديد، بيشف ويرف وبيبرق كده. فكل ما حد يقول لي على منظف شكل اجري اجيبه، لغايه ما انا نفسي تعبت وبقى عندي مليون منظف في البيت، وفلوسي برضو كانت بتضيع مني. ده غير ما كل شويه واحده طالعه عامله اعلان شكل المنظف،
منظف قوي، ده منظف خارق، ده منظف ملهوش مثيل. وهو مع احترامي للكل طبعا عادي زيه زي الباقيين. رجعي شقتك الجديدة، خلي حاجتك على طول مزهزهة، خلي حيطانك الفاتحة على طول نظيفة، خلي هدومك والابيض دايما نظيف مفيهوش اي بقع. البوتاجاز بتاعك عليه دهون وحروقة من 100 سنة فاتت، هتنضفيه بعد الفيديو ده. عارفه انت الفيديوهات بتاعت الاجانب واليابانيين اللي بيمسكوا اماكن معفنه قوي وحاجات معفنه قوي يرجعوها كلها قشطه وزي الفل؟ انت هتلاحظي الفرق كده، انت هتلاقي حاجتك رجعت بالنظافه واللمعان ده. المهم بقى انت بعد الفيديو ده ما تبقيش بخيله، تبعتي الفيديو ده لاختك، لمامتك، لصاحبتك، للناس اللي بتعزيها، والناس اللي ما بتعزهاش لا، او يلا بعتها لهم مش مشكله وتبقى في ميزان حسناتك. ابعتيها للناس اللي عايزاها فعلا ترتاح من تعب الدعك والتنظيف، والناس اللي مهووسه خلطات ونظافه زي كده بالظبط. على فكره انا باين عليا اصلا، انا باين عليا ان انا لسه مخلصه تنظيفه عميقه دلوقتي. فاول ما شفت المفعول وفرحت، للاسف انا ما صورتش، فانا عشان اصور لك مضطره اسيب الحاجه بتاعتي شويه وارجع اصورها واوريكي الفرق. بس لو لقيت تشجيع على الفيديو ما صدقتش بصراحة النتيجة. مش كنت صورت لهم ووريتهم حتى مشاهد صغيرة. كان عندي دهون على السيراميك اللي جنب البوتاجاز، عارفة الدهون اللي بتقشريها بضوافرك دي؟ انا اول ما رشيت عليها بالبخاخ اللي هو اصلا اخف خلطة فيهم احنا عملناها، لقيتها نطرت لوحدها. يعني جيت اعملها بالفوطه انا لقيتها نطرت لوحدها من على السيراميك. تعالي بقى للخلطه الثالثه. عارفه المعجون الاساسي اللي احنا عملناه اصلا في الاول سبته زي ما هو كده، هحطه زي ما هو مركز للدهون الصعبه قوي قوي قوي، وللبقع الصعبه قوي، للحاجات اللي غلبتي فيها وما بتطلعش، او الحاجات اللي فعلا بتهد حيلك وبتكسر دراعاتك. الشفاط بقى، الشفاط والحوامل بتاعه البوتاجاز الحروقه اللي عليها، خدي كده بفرشه سنان. انا خدت بفرشه سنان وحطيت على الشفاط، سبته بس 5 دقايق ورجعت لميت بالفوطه. بس هو ده اللي انا عملته. بعديها ولا شطفت ولا عملت اي حاجه، انا فرحت باللمعه بصراحه، ورحت حطيت الشفاط زي ما هو. الفيديو ده انا منزلاه لوجه الله، وربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتي وفي ميزان حسنات كل واحده هتحط لايك وترفعه، وستات اكتر بتعاني زينا انا وانتي تشوفوا. وياك اشوف بعد كده واحده فيكم بتقول انا جوزي بيقول لي انت ما بتنضفيش ليه، ولا الحاجه دي مش نظيفه ليه. اهم حاجه بعد الفيديو ده تقومي تجربي حالا وترجعي تدعي لي في الكومنتات. بس كده، وهو ده كان نهايه فيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون فاتكم. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، وانتم احسن ستات في الدنيا كلها. ويلا سلام.